ريتشارد راميريز او ذا نايت ستالكر، اخطر واشهر سفاح في العالم اللي كان قبل ما يقتل الضحيه ديالو كيخليهم يركعوا للشيطان. شكون هو ريتشارد راميريز وعلاش كيدير هذا الشيء وفين هو دابا؟ شي قبيله كملتي الفيديو تخرج عارف وفاهم كلشي. انجوي. اجي نشوفوا بعدا شكون هو ريتشارد راميريز وكيفاش ولا اخطر واشهر سفاح في العالم. سميتو كامله هي ريكاردو ليفانونيور راميريز، وكيقولوا ليه المطارد الليلي ولا ريكي، وتزاد في 29 شهر جوج 1960 ثبت في إلاسو في الولايات تكساس الامريكيه، وهو الخامس في خوتو اي اصغر واحد فيهم، من اب وام مكسيكيين مهاجرين الامريكان اللي هما ميرسيدس وجوليان. بدات في الاول ملي كانت عنده 12 عام، واحد ولد عمو سميتو ميغيل كان مع الجيش الامريكي منين كانت الحرب مع الفيتنام، حيت كان كيعاود ليه ديما على داكشي اللي كان كيدير للنساء ديال اي قريه كيهجموا عليها وكيسيطروا عليها في الفيتنام. والحاجه اللي كتصدم في هذا الشيء هو كان كيوريه التصاور والدلائل على داك الشيء كامل، وهو مازال باقي يلاه عنده 12 عام. ريتشارد كان معاشر بزاف مع ولد عمو الكبير ميغيل، حيت كانوا كيشربوا بجوج وكيتعاطاو المخدرات بجوج. وريتشارد تاثر بزاف بولد عمو منين ولا مراهق، ولا باغي يولي بحالو في هضرته وفي التفكير وفي كل شيء. وريتشارد منين كانت عنده 13 عام شاف ولد عمو ميغيل كيشيري في مرشو وكيقتلها بكل بروده، وهذه بالضبط كانت هي نقطه التحول في حياته. حيت من مورا هذا الشيء راميريز يتبع طريق الانحراف وبدا كيقتحم الديور وكيشفرهم، وخرج من المدرسه ومشى لوس انجلوس، وتما فين كمل السلسله ديال الجرائم ديالو، ولا مدمن على الكحول والمخدرات، ولا كيهتم بزاف بالشيطان، حتى ولا واحد من عبده الشيطان وكيدير كاع الطقوس والاجتماعات مع الماسونيه. واول مره تشد كانت في 1977 حيت لقاو عنده الماريخوانا، وموراها مشى لشيكاغو وتشد حيت سرق طوموبيل. من مورا هذا الشيء بدا يميل للاغتصاب والقتل، حيت في 1984 وبالضبط في يونيو يدير اول جريمه قتل ليه، وكانت الضحيه فيها واحد المراه كبيره عندها 79 عام اللي تعدى عليها واغتصبها وقتلها بطريقه وحشيه وغريبه بزاف. وهذه كانت البدايه ديال الجرائم ديالو، حيت من بعد هذا الشيء ب9 شهور هاجم واحد البنت عندها 22 عام منين كانت خارجه من دارها، ولكن منين تيرا فيها ما جاتش فيها الضربه وقدرات تهرب منه. ومنين هربات هي داز لصاحبتها اللي كانت عايشه معاها في الدار اللي في عمرها 34 عام وتعدى عليها وقتلها. في نفس النهار هاجم واحد المراه في عمرها 30 عام اللي كانت في طوموبيل وخرجها من الطوموبيل وتيرا فيها بالسلاح جوج مرات. من مورا هذا الشيء الصحافه ووسائل الاعلام اهتموا بهذا الشيء بزاف، والحاجه اللي عاوناتهم في التعرف على الشكل ديال ريتشارد هي ديك البنت اللي ما جاتش فيها الطلقه ديال السلاح. شي ناس اخرين حتى هما فيتشافوا ووصفوا باللي عنده شعر طويل مبوكلي وسنانهم باعدين على بعضياتهم بواحد الشكل اللي غريب وعينيه منفوخين، وهذا الشيء خلى الناس خايفين وما يقدروش يخرجوا بزاف من ديورهم وكيقويوا الحمايه في المنازل ديالهم. من مورا هذا الشيء ريتشارد ما حبسش بل عاد زاد في داك الشيء اللي كان كيدير، بحيث انه من بعد 10 سنين قتل واحد الراجل كبير عنده 24 عام ومراته اللي عندها 44 عام، وشوه الاجساد ديالهم وخلى فيهم علامات غريبه وشيطانيه، وهذا الشيء كامل كيوصل للبوليس وديما كيديروا التحقيقات ديالهم. من مورا هذه الجريمه اللي كانوا الضحايا فيها جوج الناس مجوجين، هجم ريتشارد على جوج الناس اخرين حتى هما مجوجين وشيرا للراجل في راسو واغتصب وشعدى على مراته، ولكن الحاجه الغريبه هي ما قتلهاش والسبب ما معروفش. ريتشارد راميريز في 1985 تمجهد بزاف والبوليس بداو كيتعرفوا عليه شويه بشويه، حيت اي جريمه كيديرها كيخلي علامات شيطانيه. وبدات في الاول بواحد المراه عندها 83 عام هي واختها المعاقه اللي عندها 80 عام اللي هجم عليهم بجوج وقتلهم بمطرقه ورسم العلامه الخماسيه ديال الشيطان في الفخذ ديال المراه اللي عندها 83 عام وحتى في الحيط ديال ديك البلاصه اللي وقعت فيها الجريمه. من مورا هذا الشيء بنهار هجم على دار فيها امراه عندها 41 عام هي وولدها في عمره يلاه 12 عام. منين دخل ريتشارد للدار ديال الضحايا دري صغير من سمع شي واحد دخل تخلع بزاف ومشى تخبى في الخزانه، ومنين ريتشارد دار ما بغى في المراه وقتلها اكتشف وعرف باللي الدري مخبي في الخزانه ومشى عنده جبدهم لتما وذبحوه وربطوا مع امه وخلاهم ومشى. من مورا هذا الشيء ريتشارد كمل في السلسله ديال الجرائم ديالو اللي الا جيت نجبدهم كاملين ما نساليش الغدا، وكان في اي جريمه كيدير كيخلي رموز الشيطانيه وكيبزز على الضحايا ديالو باش يركعوا للشيطان ويعلنوا الولاء ديالهم ويقسموا به. والبوليس ووسائل الاعلام اهتموا بهذا الشيء بزاف وكيقلبوا على هذا السفاح في كل بلاصه وفي كل مدينه تتعرفوا عليه 90% باللي هو ريتشارد راميريز، سماوه بد نايت ستالكر. واحد النهار في لوس انجلوس ريتشارد كان باغي يشفر واحد جوج طوموبيلات، ولكن بسبب شي ناس شافوه تما ما نجحش في السرقه ديالو، ضربوه بزاف وعطاوه قتله ديال اللاصه وعيطوا للبوليس. ومنين جاو البوليس شدوا ريتشارد راميريز وداو عندهم وعرفوا وتاكدوا باللي هو المسؤول على هذه الروينه كامله والجرائم كاملين اللي طاريين في امريكان و100% باللي هو ريتشارد راميريز. بقى ريتشارد مشدود عندهم حيت المحاكمه ديالو كانت كتاجل كل مره، ولكن جات الفتره اللي يتحاكم فيها والبوليس وكاع الناس اكتشفوا باللي ريتشارد كيجذب ليه بزاف ديال المعجبين اللي بطبيعه الحال الاغلبيه ديالهم من عبده الشيطان، وكانوا كيلبسوا الكحل وتا ريتشارد براسو كان كيلبسها الكحل في المحاكمات ديالو، وكان كيعترف ديما باللي هو كيعبد الشيطان وعطى الروح ديالو للشيطان. لدرجه واحد النهار في وسط القاعه المحكمه بقى كيدير شي حركات غراب ديال الشيطان كيف ما كتشوفوا، والمحكمه والقضاه قرروا اكتشفوا باللي ريتشارد عنده 43 تهمه اللي فيها 13 تهمه قتل و5 ديال محاولات قتل و11 تهمه
تهمه اعتداء جنسي و14 تهمه سطو. وبطبيعه الحال ريتشارد راميريز تحكم عليه بالاعدام، وبالضبط اعدام على طريقه غرفه الغاز السام نهار 17 نوفمبر 1989. هذا الشيء كامل كان واقع، ولكن ريتشارد كان ما مأثر فيه والو ومرتاح بحال جالس في دارو، لدرجه انه تزوج في الحبس بوحده من المعجبات ديالو، ولكن بطبيعه الحال بقى في الحبس كاع ما خرج منه. الحاجه اللي تجيكم في شكل هي باللي ريتشارد بقى في الحبس المده اللي قريبه ل 24 عام وما تعدمش، بل في 7 يونيو في 2013 مات على سن 53 بسبب سرطان الغدد الليمفاويه. وهنا تسد الملف ديال ريتشارد راميريز. ريتشارد راميريز كيبقى اشهر واخطر مجرم او سفاح في العالم في ديك الوقيته، لدرجه نتفليكس داروا عليه فيلم كامل. اللي بغى يزيد يعرف ويفهم القصه اكثر يدخل يتفرج فيه، راه نخلي لكم السميه ديالو في اول كومونتير. وهنا كنوصلوا لاخر الفيديو ديال اليوم. الا كملتي لهنا بغيت نقول لك شكرا بزاف، ولا بغيتي تسيبوطيني خلي معاك ديك لايك وسبسكرايب وصيفط الفيديو لكاع عشرانك باش يستمتعوا كيف ما استمتعتي انت. وسمحوا لي على هاد الغبره الطويله اللي غبرت عليكم، ولكن المهم انا دابا رجعت بقوه. كان معكم خوكم ديزي، تهلاو.